السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس بتتكلم بتقول الفرخة بتكلف كام؟ هتكون مفاجأة لكم، لأن الكيلو هيوقف على المربي بسعر بسيط جدا. طبعا كتكوت الأهالي ده هو رخيص، مش زي كتكوت الشركات. كتكوت الأهالي برضه بيعمل إنتاج كويس. طبعا أنت لو تابعته صح و... وخدت التوصيات الأيام الجاية على القناة، كتكوت أهالي مش هيفرق من كتكوت شركات، لأن هتوصل لنفس النتيجة إن شاء الله. بس أهم حاجة تلتزم بكل حاجة أقولها في القناة. هنتكلم على الكتكوت إزاي لما تجيب كتكوت من أي واحد يبقى كتكوت فرزة أولى، إزاي إنه يكون كتكوت مناعته كويسة، كتكوت الصحة بتاعته كويسة، جاي من إزاي تعرف إن هو جاي من أمهات كويسة، ما يكونش بشاير، ما يكونش بتاع أمهات كبيرة. طبعا احنا هنتكلم في المواضيع دي كلها في اللي جاي ان شاء الله، لان كل موضوع محتاج وقت كتير. فاحنا عشان ما نطولش عليكم في الفيديو ده، هنتكلم على حاجة واحدة بس، واللي على المربي اللي بيربي في البيت كان بالظبط في الوقت الحالي. طبعا اللي بيربي في البيت يجيب له كتكوت اهالي. هو كتكوت الاهالي دلوقتي في البورصة عامل 13 ونص، يعني احنا مثلا هنجيبه ب 15، لان ال 15 دي تعتبر يعني مثلا اللي بيبيع عليك هياخد لي مكسب جنيه ونص او 2 جنيه، فاقول مثلا ايه 15. الفرخة هتاكل حوالي 3 ونص، يعني ما تحاولش تزود عن 3 ونص بالذات في الصيف. وطبعا هنتكلم دي في مواضيع منفصلة، يبقى احنا هنتكلم في موضوع واحد اللي هو ايه، ان انت توكلها 3 ونص. التلاتة ونص دول هنضربهم في 25. لما تضرب التلاتة ونص في 25، طبعا العلف ب22، يعني انت لما تشتري برضه تشتري ب25، ان انت بتشتري قطاع، يعني تعتبر انت في البيت يعني هتنزل لك 100 فرخة، هتنزل لك 50 فرخة، 300 فرخة في الحدود دي، لكن مفيش مساحة عندك الافات وكده. فاحنا بنتكلم على الحاجة البسيطة، ان انت بتشتري لها قطاع، ما تشتريش لها جملة. طبعا تشتري لك شكارة تحط عندك، فهتوقف عليك بحوالي 22 جنيه وخلاص. لكن احنا دلوقتي بنقول مثلا لو واحد مربي له 10 فرخات مش عارف يجيب شكارة ويحط، يشتري 10 كيلو، 10 كيلو هتكلف عليه 25. المهم نرجع لموضوعنا. الفرخة بتكلف 3 ونص، هتضرب 3 ونص في 25 بيدينا حوالي 87 ونص. ال 87 ونص دول هنحط عليهم 2 جنيه ونص بتوع الأدوية، يعني مثلا هجيب فيتامينات 2 ونص أدوية، يعني بحوالي 90، ونحط عليهم 15 كتكوت، توقف معانا على 105. انت لما هتوكل 3 ونص، الفرخة هتعمل معاك 2 كيلو اقل حاجة. يعني لو هتعمل معاك اقل من كده يبقى انت في عندك مشاكل في التربية، وعندك مشاكل في حاجات كتير. طبعا لما تتابعنا على القناة ان شاء الله هنحل جميع المشاكل دي، ونوصل لك الفرخة ل3 ونص. ده اقل حاجة، ده احيانا بتعمل فوق ال3 ونص كمتوسط الموجود. هنقول لكم ازاي يعني بنحسب المتوسط، وازاي الفرخ نوصلها للاسعار اللي انتم شايفينها دي اللي بقول لكم عليها. دي كلام مش خيال، دي كلام حقيقي. يعني هنقول الفرخه بتوصل حوالي 2 كيلو، وتكلفه الفرخه حوالي 105، يعني حوالي 52 جنيه ونص. لو هنحط على الكيلو كمان 2 ونص كمصاريف اضافيه او تبع النافق او كده، فطبعا هتكلف الفرخ حوالي 110، يعني حوالي الكيلو بيقف على الواحد ب55 جنيه. يعني انت لو جيت وعاوز تاكل وتشتري وتضمن ان انت تشتري فرخة بسعر بسيط، وتاكل فرخة بسعر بسيط انك تضمنها ب55، فانت ربي، لان انت دي احلى حاجة. لو هتربي لك، لما عندك مكان تربي لك 10 فرخات 5 فرخات، فانت بتضمن ان انت دلوقتي بتجيب فراخ ب55 جنيه بس، مش اكتر. وانت مثلا منزل لك حركة 100، يعني لو منزل لك 100 في البيت او 200، وبتبيع دلوقتي السعر يعني الكيلو احنا قلنا واقف عليك ب55 جنيه، يعني لو هتبيعها ب65 هتكسب لك 10 جنيه. 10 في 100 فهتكسب لك 1000 جنيه، لو 10 في 200 هتكسب لك 2000 جنيه. فإن 3 دي لو انت ماشي على التعليمات مظبوط، وماشي بفرخة مظبوطة، وماشي بكل حاجة مظبوط، مش هيبقى في نافق ان شاء الله كتير. وبالذات كمان لما تتابع معي على القناة. وطبعا انت لو حد عنده اي سؤال اي استفسار، يا ريت يسيبوا لي في التعليقات، وانا هرد عليكم اول باول. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك للقناة علشان خاطر يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.